السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج اليوم والد الفنان سعد المجرد في أول تصريح له بعد الحكم على ابنه ب6 سنوات نافذة، حيث قال: حبايبنا في كل مكان، أود أن أعبر لكم عن حزني العميق وذهولي لما أصابني وزوجتي ليلتها وعروستنا غيتا وكل أفراد أسرتنا لما أقدم عليه القضاء الفرنسي في حق ولدي الغالي سعد المجرد، الذي لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض، حيث أصبحنا هذه الأيام نعيش حياة صعبة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. دعواتكم لنا بالصبر والتحمل ريثما يأتي الفرج إن شاء الله. كما خرج اليوم محامي سعد المجرد في تصريح له لقنوات العربية، حيث قال إن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس إنه أمر مثير للدهشة، لأنه في غياب أي دليل مادي أو أي عنصر طبي تقرر تفضيل رواية طرف واحد بدل من آخر. لم يكن أحد في الغرفة في الفندق تلك الليلة. ثمة شخصان يرويان قصتين مختلفتين، اللي هما عاملة النظافة وحارس الأمن. أحدهما يروي قصة الاغتصاب، والآخر يروي قصة وجود مشادة بينهما، كما أنه يرجح إلى فرضية ذهاب المشتكية لقضاء علاقة حميمية تلك الليلة مع الفنان سعد المجرد.